السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء. احنا منتظرين اهوت الصفقات والإعلان عن صفقات وخلافه. ويعني أخونا محمود الجبالي الصحفي الزملكاوي المحترم بصراحة بيدعو للاطمئنان دايما، وأتمنى من الله إن يكون كلامه على صدق. يعني قال لك صفقتين بس، يعني لسه ويعني ايه اللي بعده حاجة كده يعني. ف شايف الصحف كلها بتتكلم على الجابوني وعلى اخونا عمر فرج بتاع فلسطين، على وعسى لما نشوف ان شاء الله يعني هترسى على ايه. وكان قبلها المهاجم مش عارف الفلاني والمهاجم العلاني وخلافه. احنا بس كل اللي احنا عايزينه وبنشدد على هذا، نرجوكم اعرفوا ان الخط الخلفي برضو محتاج تدعيم. لعيب بس على الاقل، لعيب بس يكون تقيل بس. يعني بصوا، بتكلم مع صديق ليا فبقول الصفقات وفين وبتاع والآل عامل وكده، فانا ذكرته بصراحة وبأمانة الله ما ردش عليا. يعني زي ما يكون ايه هو ناسي. ليه؟ الفترة الأخيرة الناس دي غابت عن الفريق خالص، فالفريق شكله بشوية الناشئين وخلافه حاجة يعني ايه مش اللي هي. انما فكرته ببساطة خالص، قلت له ادي بالك، احنا عندنا المسلوس وعمر جابر فتوح ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة. انت بتتكلم على خط كامل. عندنا محمد شحاتة، عندنا عبد الله السعيد، عندنا اخونا مصطفى شلبي، عندنا زيزو، عندنا لا يا جماعه ده احنا عندنا سكواد عافي. بس الفكره كلها كانت بتخلف معانا في راس حربه عافي. الحمد لله حسام اشرف رجع لنا تاني. نسيت طبعا ناصر ماهر، احسن لعيب في مصر ناصر ماهر يعني في الدوري. سيبوكم من شويه المعرضين اللي عمالين يقولوا لك الولد بتاع النادي المصري وان كنت بورسعيدي وافتخر، اللي هو اسمه ايه، اللي يقول لك احسن باك يمين احسن جناح يمين في الدوري، ميدو جابر. حاجه تحزن يعني. اقسم بالله انا ما وقفت على الخبر ده، اقسم بالله انا ما وقفت عنده خالص. يا راجل ده ناس فاضيه، دي ناس هبله. تتكلم في ايه؟ مين اللي اختاره اصلا؟ مين اللي قال على دماغنا لعيب تقيل وعافي ولعيب تخاف منه، وكفايه انه بيلعب في النادي المصري البورسعيدي وانا بورسعيدي وافتخر و انما هل في منطق في الدنيا يقول ان ميدو جابر ياخد احسن جناح ايمن في مصر؟ مش عايز البورسعيديه تزعل منا يا جماعه، احنا بنتكلم كلام عاقل يعني، بالعقل. يعني انت عارف مثلا لو كان قالوا بيرستاو بتاع اي حاجات تعقل، يعني حاجات نعرف نعقلها يا جماعه. انما ده انا مش هقول لك زيزو. يعني انا بص، اصل زيزو بعيد عن التقييم. زيزو لو بيلعب برجل واحده لو ما لعبش الا نص مطوشه الدوري برضه ياخد احسن هاف يمين. هو يعني دون نقاش حقيقه. انما يعني اذا كانوا احسن لعيب في البتاع يبقى مثلا عبد الله السعيد مكسر الدنيا ومعاتينا مش عارف لمين من الفريق التاني، بيكهام ولا يا راجل ما تشغلش دماغك. يعني مش عايزين نشغل دماغنا بالحاجات العبيطه دي. سيبوه يعني اتس اوكي. اللي يقولوا يعني مثلا ما يجي يقول لك حسين الشحات افضل جناح شمال في مصر في الدوري او السنه دي، يعني اشهد طبعا ولا مخلوق يقدر يقول حاجه. بل كانوا من اشد المعجبين بحسين الشحات، واللاعب الوحيد اللي في الانديه الاخرى يعني ببقى عامل حسابه
وبيضايقني ملوش ملكه، حته لعيب فلته بصراحه حسين الشحات. انما يعني قول حاجات تقنع. ما علينا. الناس الصفقات جت او بيقولوا هتيجي او فبتكلم انا مع صاحبي وقلت له يعني ايه الصفقات دي؟ حسام اشرف راجع وده كان هداف الدوري، محتاجين بس حد عافي تمام قدام، ويمشي بقى ناصر ماهر واكينولا والناس دي بألف سلامة. محتاجين حد يلعب هاف شمال مع مصطفى شلبي كثير الإصابات، كل ما يقف على رجليه يتصاب، يقعد له أسبوعين 3 يرجع تاني يتصاب، يعني كثير الإصابات بصراحة. محتاجين حد تاني، وحد تاني مع بنتايك مع لغاية إن شاء الله ما فتوح يرجع بالسلام وعبد الشافي يرجع بالسلام بس. وحتة ولد باك من سرد باك معاك جنب المسلوس وحسام عبد المجيد، وربنا يرجع ان شاء الله الونش بالسلامه وخلافه. معانا احمد مجدي، وان كنت انا بقول اين احمد رفاعي؟ فاهم يعني يا جماعه؟ لا، منطقه النص ان شاء الله احمد حمدي رجع لك وانت عندك اصلا حاجه لعيبه ولا اروع، بسم الله ما شاء الله. عندك دونجا وزياد كمال قاعد ومحمد شحاته، ورجع لك احمد محمود علشان ما عدتش تلاعب محمد شحاته باك يمين لا يعني رجع لك لان انت كنت بتتعب قوي اما محمد شحاته باك يمين وانت محتاجه في نص الملعب يعني. فاحنا يعني بصوا الصفقات مش بكترتها يا جماعه عشان تكونوا فاهمين يعني. احنا بس كل اللي احنا عايزينه 4 صفقات مثلا، 3 صفقات يكون كلهم في مكان، 4 صفقات كلهم في مكان. راس حرب عافي تاني مع حسام اشرف وبسم الله يعني، ويبقى باي باي بقى اخونا ناصر منسي دوت واكينولا بألف سلامة. عايزين حد تاني شمال لغاية ما يرجع فتوح وبن شرقي، حد تاني مع بنتايك، سرد باك تاني يمسك الدنيا مع الزناري وحسام عبد المجيد والمسلوسي وبتاع لغايه ان شاء الله ما يرجع الونش بالسلامه. عندنا الحته اليمين كده اتظبطت ان شاء الله يعني. عمر جابر واحمد محمود، وفي الولد الجميل كان اسمه ايه الولد محمد ابراهيم اللي لاعب دوت برضو يعني اهو ماشي. وعندنا برضو في الشمال الولد عبد العاطي دوت، والله ما عاطي اسمه ايه والله ناسي. لا يعني خط النص ولا كلمه. زيزو يمين ومعاه مثلا حد تاني يسند معاه وعندك راس الحربة بتوعك تمام، وحد تاني يسند مع مصطفى شلبي. انت بتتكلم في 4-5 صفقات، مش عايزين 100 يعني. احنا يا جماعه مش عايزين 100 صفقه لغايه بس ما نقف على رجلينا، ما الدنيا تتظبط. باك شمال تاني، سرد باك، راس حربة كويس، وينج شمال. احنا بنتكلم في 4 اهو، في 4 بس. هتجود بقى وتجيب مركز 6 تاني مع محمد شحاته ودونجا وزياد كمال وخلافه، يا اهلا وسهلا. فلا الدنيا قريبه وبس، ربنا ييسر يعني. هو صاحبي حتى لما انا فكرته بالناس اللي قاعده ما بتلعبش، عمر جابر والمسلوسي وعبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى شلبي لا يعني انت بتتكلم ودونجا، اسماء يا جماعه، فريق كامل قاعد عندك. فانت بتمشي بيقول لي احنا ماشي يا سيدي. ما انت عندك سكواد، انت بس محتاج تدعم السكواد ده. حسام اشرف بسم الله ما شاء الله رجع لك، ياخد فرصه بس، ياخد فرصه. حسام اشرف ده لو خد نص فرص ناصر ماهر هيكسر الدنيا، هيكسر الدنيا. لعيب عافي في بلديه المحله يا جماعه، اللي نزل درجه تانية واحد هدافين الدوري وفضل هداف الدوري لغايه الاسابيع الاخيره. فلا انت بتتكلم فيه، بس ياخد فرصه هتلعبه، تديله ثقه وتلعبه، ما تموتوش. ان شاء الله اللي جاي احسن. انما وطبعا احنا قلنا
فين حمد علاء؟ يعني حمد علاء ده مكسر الدنيا كل سنه في سموحه، مش عايزين يجيبوه. طب ما تجيبوه، هو مغضوب عليه ليه؟ انا نفسي افهم. كل سنه نجيبه ونقول لا، ونقعد ندور على حد، على اي حد. ماله حمد علاء؟ يعني انا نفسي افهم ليه دايما مغضوب عليه. وانا عايز اعرف، هل حقيقه اللي قاله ماجد هاني ان عبد الواحد السيد هو اللي بيختار المعارين ومين يرجع ومين لا؟ انا لا اعتقد هذا. يعني هل الزمالك بهذا السيبان؟ يعني تبقى اداره سايبه وجهاز فني سايب خالص لما تقول لي مدير كره زي عبد الواحد السيد هو المسؤول عن ملف المعارين؟ كلام العبيط ده معرفش. لان هذا لو حصل يبقى كله بالسلام. بص، كله بالسلامه، بما فيهم جوميز نفسه بألف سلامه، والقلب دعيله ألف سلامه ونكسر وراه زهير. هنهرج ولا ايه؟ ده الزمالك يا اخوانا، عيب عيب. احنا ما بنعرفش نغلط في ولادنا ومش هنغلط، بس ده الزمالك. ونرجوك بقى يا اخونا حسين لبيب يا ايها الرئيس، انت عارف كل الدعم ليك انت ومجلسك المحترم. يعني نرجوك شويه فوقان، بس شويه فوقان عشان تحسسنا ان يعني ايه، ان اختيارنا ليك ودعمنا الدائم ليك لغايه اللحظه دي مش من فراغ، انك تستاهل فعلا هذا الدعم انت ومجلسك الموقر. بس يعني ان شاء الله نشوفكم في ما هو قادم في الجديد. اتمنى من الله ان واحد زي ماجد هاني يرجع، وواحد زي حمد علاء يرجع. واي نوت؟ انا بس السؤال ليه لا؟ ليه لا؟ مش عارف، انا مش عارف. احمد رفاعي ليه لا؟ احمد رفاعي ده يعني انا بسمع عنه من قبل ما اشوفه، كنتش اعرفه. كل الدنيا بتتكلم عنه، دلوقتي مفيش. طب وبعدين حطينا على قائمة انتظاره بتاع الكلام العبيط ده. يلا ان شاء الله اللي في الخير يقدم ربنا. السلام عليكم.